يا مساء الخير على اجمل اخوات في الدنيا. النهارده بقى جايبه لكم وصفه خطيره جدا للبوتاجاز او خلطه فظيعه. هقول لك لو البوتاجاز وصل معاكي للمرحله دي هتعملي ايه. بجد حاجه كده، وصفه خطيره سحر من الاخر. النهارده بقى فيديو النهارده مسافه ما تحطي الخلطه اللي احنا هنحطها على البوتاجاز وتمسحي بس كده هتلاقي كل الحروق اللي انت شايفينها دي وكل الاتساخات اتشالت. عايزه اقول لك انا سبت البوتاجاز بالطريقه اللي انت شايفينها دي شهر كامل علشان لما نعمل التجربه مع بعض تشوفوها ان هي ناجحه 100%. شايفين مسافه ما مسحت بس كده كل الحروق وكل الصدى وكل الاتساخات اتمسحت معايا من غير جهد ولا ميه سخنه ولا اي حاجه. لو انت وصل معاك البوتاجاز المرحله دي تعالوا نشوف هنعمل ايه او المكونات اللي احنا هنعملها والخلطه السحريه اللي احنا هنعملها مع بعض. شايفين البوتاجاز بجد خطير جدا ورجع جديد زي ما كان بالكوش بالحملات بتاعته، حاجه كده سحر. تعالوا نشوفوا المادة اللي احنا هنحطها على البوتاجاز وتمسحيها بايدك كده من غير اي جهد ومن غير اي تعب، وتمسحي بس كده هتلاقي كل البوتاجاز رجع زي ما كان. تعال نشوف، بس يا ريت قبل ما نبدأ تشتركي في القناة، اشتراكك ينورني، واللايك ما تبخليش عليا باللايك يا ست الكل. اهم حاجة اللايك عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد. اتمنى ان انت تعملي لي لايك. تعال نشوف الفيديو، تعال نشوف المكونات. عايزه اوريكي برضو البوتاجاز لان انبهرت جدا بالمواد اللي احنا عملناها النهارده، وبمسافه ان انا حطيتها على البوتاجاز رجعت البوتاجاز جديد تاني زي ما انت شايفه كده. والكوش كمان، شايفين الكوشه دي من الكوشه دي اللي غسلتها ودي اللي كانت لسه في الميه، حبيت اوريها لك قبل ما نبدا الخلطه. معايا كوبايه من الميه وعليهم معلقتين كبار من النشا، نشا الطعام، نشا الذره اللي بيتباع عند العطار. معلقتين كبار، هي دي معلقه صغيره فحبيت احط منها 4 معالق، بس هي معلقتين كبار من المعلقه الكبيره. عايزه اقول لك نجاح الوصفه دي ان انت تدوبي النشا كويس معاكي، ما تخلوش يكلكع معاكي او يربي كتل كده معاكي، تدوبيه كويس قوي. خلاص دوبت النشا كويس، هبتدي بقى اجيب كوبايه ميه تانية واحط فيها معلقه من البوتاص او القطرونه. ناس كتير بتقول عليها بوتاص، وفي ناس في البلاد الدول العربيه بتقول عليها القطرونه او حجر تسليك المجاري او الصودا كاويه. انا بقول كل الاسامي يا جماعه عشان تعرفوا، دي بتتجاب من عند العطار، اسمها الصودا كاويه او البوتاص او القطرونه. دي بتتجاب من عند العطار او المنظفات. ومعلقتين كبار من السكر او 3 معالق كبار من السكر. عايزه اقول لك السكر فايدته ايه، السكر بيزود الرغوه جامد وبيدي رغوه حلوه قوي معاكي. خلاص ذوبت السكر كويس مع القطرونه. طبعا القطرونه او الصودا الكاويه بتبقى سخنه فترجعي لورا كده عشان فيها بخار ما يطلعش عليكي، تحاولي تدوبي ويكون راسك بعيد كده او نفسك بعيد وتدوبيها بقت زي المهلبيه معاك اهي. بتبتدي تدوبي بقى واحده واحده كده وتحطي بيها حوالي ربع كوبايه من الخل. ربع كوبايه من الخل كده، ابتدي بس اشطف في الكوبايه لان كان لسه فيها صودا كاويه، وابتدي اقلب كويس حلو لحد كل ما يتمسك في بعضه. شايفين ماده كل مدى بتتقل معايا، ماده لزجه جدا كده. الماده دي بتتحط في الصابون. وهبتدي بقى دي صابون سايل، دي حوالي جايباها ب5 جنيه الكميه اللي معايا دي. صابون سايل اللي بيتجاب من محلات المنظفات. هبتدي بقى احطه كده وادوب قوي، ابتدت معايا بقى رغوه ونظافه، وابتدي احط ربع كوبايه كده واحده واحده كده، وابتدي اقلب كويس كل المواد اللي احنا عملناها مع بعض دي. بجد خلطة رهيبة قوي. تنضفي بقى في الفرن، تنضفي بقى البوتاجاز، تنضفي بقى الحيطان، ايا كان اي حاجة عندك فيها اي اتساخات بتنضفها. الكوش بقى انا مش هحط لها صودا كاوية لان الكوش ألمونيا، فغلط الصودا الكاوية على الألمونيا. هبتدي احط بقى الملح ليمون والصابون السائل. عايزة اقولك ملح ليمون انا عاملاه عندي على القناة وبجد اقتصادي جدا بدون اي تكلفة، بطريقة حلوة وبسيطة. هنزل لك اللينك في صندوق الوصف، اضغطي على كلمة المزيد هتدخلك على صندوق الوصف هتشوفي الفيديو بتاع ملح الليمون. عايزة اقولك ملح الليمون ده ناسف للدهون والاتساخات، فظيع. يعني انا مسافة ما حطيت معلقتين كده وشفت الكوش بقى من غير جهد ولا اي حاجة هتلاقيها نطفت معاكي مسافة ما تحط بس ملح الليمون والبريل او الصابون السائل ايا كان نوع، اي نوع انت. هبتدي بقى اسيبهم كده، مش هحطهم على النار. لو انت عندك عايزه تحطهم على النار حطيهم، انا ابتديت اسيبهم كده في الكوش في الميه السخنه ومع نفسهم كده وهينضفوا برضو. ابتديت الين كل بقى الحروق الاكل دي والاتساخات او الصدى او الدهون اللي ماسكه في البوتاجاز، هبتدي الينها. هتقولي لي خطر على الايدين، هقول لك لا، انا عملت بايدي ما عملتش بجوانت ولا اي حاجه وما ضرش ايدي في اي حاجه، لان احنا حاطين نسبه قليله قوي من الصودا الكاويه او البوتاص. يعني معلقه كده مش هتاثر معاكي ومش هت مش هت مش هتاثر على الجلد.
ابتديت بقى ألين كله زي ما انت شايفة كده بالفرشة، وهخلي البوتاجاز كله بقى عايزة بقى تسيبيه ربع ساعة سيبيه، بس أنا كنت مستعجلة عليه فقمت غسلاه بالسلكة كده زي ما انت هتشوفي. عايزة اقولك لو انت عندك اتساخات اقوى من كده او البوتاجاز عندك فيه حروق اكتر من كده، اقولك ان انت تركنيه شوية، يعني تركنيه حوالي ربع ساعة كده، هتلاقي كل الصدى وكل الاتساخات وكل الدهون اتشالت معاكي. بس انا مستعجلة فقمت غسلاه وبرده طلع معايا في ثانية من غير اي وقت ولا تعب ولا جهد. ابتديت اغسل في البوتاجاز كل الدهون اللي معايا واللي انت شايفاها دي طلعت في ثواني. زي ما انت شايفة كده هابتدي بقى اغسله بالسلكة كده من غير اي صابون ولا اي حاجة ولا اي مواد، بالخلطة اللي احنا عملناها فقط، مفيش اكتر من كده. وبمسح يعني اغسل بالسلكة اللي انتوا شايفينها دي غسيل على الماشي كده من غير اي تعب، من غير مية سخنة بقى ولا اي مواد احنا بنشتريها من بره. دي مادة فعالة جدا، مسافة ما حطيتها زي ما انتوا شفت كده وتمسحي بس كده هتلاقي البوتاجاز لمع معاك ورجع زي ما كان. هنشوف بقى البوتاجاز دلوقتي بعد ما عملناه حاجة كده سحر بجد، لمع وكل الصدى اللي فيه او الاتساخات اللي كانت ماسكة فيه جامد او الدهون اللي كانت ماسكة فيه كلها اتشالت وبطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شفتوا. الحوامل بقى الناس اللي بتشتكي من حوامل، بالمادة نفس المادة اللي احنا حطيناها على البوتاجاز هدهن بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده وبسلكة وهغسل الحوامل وهتطلع معايا في ثانية. بس اركنيها حوالي ربع ساعة، الحوامل هتنزل كل الاتساخات اللي فيها وهتبقى سهلة معاكي جدا في الغسيل. انا ابتديت بقى الينها زي ما انتم شايفين كده وبسلكه ناشفه كده او بسلكه ناعمه، هي اللي هتطلع معايا لانها لانت خالص، لان الماده بتلينها خالص او الخلطه اللي احنا بنعملها بتلين كل الدهون اللي فيه. خلاص الكواش خلصتها معايا، تعال نشوف بقى الحوامل خلصتها. تعال نشوف الكواش بقى، دي الملح ليمون مع الصابون السائل عمل رغوه كده، ولو شفتوا الرغوه فيها اتساخات كتيره قوي. دي الكوشه اللي انا غسلتها ودي الكوشه اللي كانت لسه في الحله، يعني دي غسلتها في الاول ما كنتش هصور الجزء ده فقلت لا لازم انا اصوره واوريهم النتيجه بعينيهم عشان بجد يعني حاجه كده سحر. يعني انا ما تعبتش في غسيل الكوز زي ما انتم شايفين كده، مسافه بس ما مشيت عليها سلكه ناعمه نطفت معايا في ثانيه. بجد يعني ملح الليمون خطير يا جماعه في غسيل الكوش والكاتل والحاجات الالمونيا بالذات. رجعت الكوشه زي ما انتم شايفين كده كانت معايا مليانه اتساخات ودهون رجعت زي ما كانت. وصفة سهلة وخطيرة جدا وخلطة فظيعة. عايزين تشوفوا الحلة بقى مليانة اتساخات ورواسب ازاي؟ انا نقعتها بس لحد ما المية بردت وكل الرواسب اللي فيها وكل الدهون اللي فيها نزلت في الحلة والاتساخات اللي فيها. بجد طريقة يعني خلطات سهلة وهتريحكم كتير في غسيل البوتاجاز. وتعالوا اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسونيش تعليق حلو منكم كده يفرحني، ويا ريت تكونوا تابعتوا الفيديو للنهاية عشان كلها خطوات مهمة وتستفادوا منها. وباي باي واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.